ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ابراهيم دوما من قناه اكاونتنج كورس. الفيديو ده بقى خاص بطلاب الثانويه العامه اللي هم عندهم مرحله ثالثه. في الفيديو ده هنتكلم ان شاء الله عن الكليات اللي نزلت مرحله ثالثه وتنسيقها، وهنتكلم برضو في الفيديو ده عن المعاهد اللي هيبقى ليها شغل في المستقبل وافضل معاهد احنا جمعناها لكم في الفتره اللي فاتت. الفترة اللي فاتت دي احنا كنا بنجمع افضل معاهد ممكن الطالب يدخلها بعد الثانوية العامة. فلو انت في المرحلة الثالثة او ليك صاحب في المرحلة الثالثة فحاول تشير الفيديو ده عشان تفيده بإذن الله. في الفيديو ده بقى هنبدأ نتكلم عن معهد وهنقول المعهد ده له مستقبل بإذن الله وبالتوفيق للجميع. هنبدأ بقى نتكلم عن المرحلة الثالثة وايه الكليات اللي نزلت فيها. بعض الكليات نزلت في المرحلة الثالثة زي كلية آداب، زي كلية حقوق، زي كلية تربية رياضية، زي كلية تربية نوعية. وطلاب المرحلة الثالثة بيكونوا بيفضلوا الكليات دي، فطالب المرحلة الثالثة بيجري يحط الكليات دي في البداية. طب لو انت مثلا مجموعك قليل ومش عارف تخش ايه، بتشك ان انت ممكن مش هتخش كلية من دول، هتخش معهد، فبتقول انا قلقان من المعهد ده. واحنا طبعا معظمنا مش عارفين معاهد كتير ومحدش قبل كده اتكلم عن المعاهد او بحث عنها، عشان المعاهد دي بتكون معاهد جديده وكمان محدش بيفكر ان هو يبحث عنها. فانا جايب لكم النهارده بقى ان شاء الله 7 معاهد لو انت دخلت معهد منه فالمعهد ده اي معهد من دول له مستقبل. المعهد ده هيخليك تخش كليه من الكليات القمه زي الهندسه، زي التربيه النوعيه، زي التربيه، كليات كتيرة كويسة زي كلية تجارة. فاسمع الفيديو ده، ولو انت مثلا طالب ده في المرحلة الثالثة فكمل الفيديو ده، او لو انت ليك صاحب مثلا في المرحلة الثالثة فشير له الفيديو ده عشان ان شاء الله الكل يستفيد. هنبدأ بقى بأول معهد وهو معهد الفن التمريض. انت دلوقتي طبعا عارف ان كلية التمريض من الكليات الكويسة جدا، والطالب اول ما بيتخرج منه بيشتغل على طول. واتكلمنا قبل كده في فيديوهات سابقة عن افضل كليات انت ممكن تدخلها في مصر. احنا بقى هنتكلم النهاردة عن افضل معاهد انت ممكن تدخلها في مصر. معهد فن تمريض هو من افضل المعاهد اللي انت ممكن تدخلها في مصر. ليه بقى؟ عشان انت بتتخرج منها ممكن تشتغل على طول، او ممكن بدل ما تخش معهد فن تمريض وتشتغل على طول، لا، انت ممكن تخش معهد فن تمريض وتشتغل على نفسك وتذاكر وتعمل اللي عليك وتجيب تقدير مثلا امتياز او جيد جدا، وبعد كده تتخرج وتقوم عامل ايه بقى من معهد، يعني تقوم مقدم على كليه. طب انا ابراهيم مثلا لو دخلت كليه هخش فرقه اولى؟ لا، انت لو دخلت كليه من بعد معهد فن التمريض هتخش على الكليه الفرقه تانية، يعني هتبقى عندك خبره كبيره في الكليه وهتبقى من الطلاب المتفوقين والمتميزين. فانا انصحك لو انت ما جاش لك كليه تمريض وكان نفسك تخش مثلا من الكليات الطبيه، فحاول ان انت تخش معهد فن التمريض، عشان الطلاب المتفوقين في كليه التمريض هما بيكونوا اصلا متخرجين من معهد تمريض وبعد كده دخلوا الكليه، فعندهم معلومات كتير ومعلومات مميزه، وكمان الدراسه بالنسبه لهم بتكون سهله عن اللي داخل كليه تمريض من الثانوي العام. فانا انصحك بالمعهد ده وكويس جدا. والمعهد ده موجود، المعهد فني التمريض موجود في حلوان والقاهره وعين شمس وموجود في محافظات كتير، فابحث عنه اكتر. ولو انت من الطلاب اللي في معهد فن التمريض وبتسمع الفيديو ده فياريت تكتب في التعليقات معلومات كتيره عشان تفيد الناس كويسه عن المعهد ده. وهنخش على المعهد التاني من المعاهد الكويسه جدا. تاني معهد بقى نتكلم عنه ان شاء الله وهو معهد فني صناعي. بس المعهد ده بيكون موجود في الرغبات ايه؟ كاف ت فني صناعي. يعني لو انت هتختاره في الرغبات فانت هتبحث عن كاف ت فني صناعي. المعهد ده بقى بيكون متوفر فيه محافظات كتير، عشان المعهد ده كويس جدا وهتعرف دلوقتي هو كويس ليه. المعهد ده موجود في سوهاج، في قنا، في دمياط، موجود في المحله الكبرى، موجود في شبين، موجود في حتت كتير. والمعهد ده الدراسه فيه لمده 2 بس لو انت من الناس المتفوقه واشتغلت على نفسك وذاكرت في المعهد ده فانت ممكن تدخل كليه من الكليات القمه اللي احنا بنقول عليها قمه. تمام؟ الكليات زي ايه؟ زي هندسه، زي تربيه نوعيه، زي تربيه. فلو انت حابب تخش كليه من الكليات ديت وربنا يعني
وما دخلتش وربنا ما جابهاش لك، فحاول تجتهد على نفسك تخش المعهد ده وتجتهد على نفسك وتجيب امتياز او جيد جدا، وتكون من الطلاب اللي تخش كليه هندسه. وزي ما قلنا اي معهد انت بتدخله اما تيجي تخش كليه انت ما بتخشش فرقه اولى، انت بتخش فرقه تانية عشان انت دخلت معهد قبل كده. فالمعهد ده خاص بطلاب علم رياضه، فانا انصحك لو انت طالب علم رياضه خش المعهد ده، وباذن الله ربنا يكرمك سنتين هتجيب امتياز هتخش مثلا كليه هندسه. والمعهد ده كويس جدا، بس زي ما قلنا اهم حاجه سواء دخلت معهد او كليه تعمل اللي عليك وربنا باذن الله يكرمك. وده تاني معهد من المعاهد اللي كويسه جدا اللي في مصر اللي انا ارشحها ليك لو انت طالب في الثانويه العامه وعايز تخش حاجه كويسه ومش لاقي معهد كويس، فالمعهد ده حاجة كويسة لك. تالت معهد بقى عندنا وهو معهد فني تجاري. المعهد الفني التجاري ده للطلاب اللي هم عايزين يخشوا كلية تجارة، وانا طالب من طلاب كلية تجارة، تمام؟ فلو انت حابب تخش كلية تجارة فلازم تخش، ومثلا مجموعك ما جابش، فلازم تخش معهد فني تجاري. ليه بقى؟ عشان بعد ما تخش معهد فني تجاري هتخش بعدها كلية تجارة، بس شرط زي ما احنا قلنا لازم تجيب جيد جدا او امتياز عشان تخش كلية تجارة. ولما بتخش مثلا كلية تجارة مش هتخش فرقة اولى، لا بالعكس انت هتخش فرقة تانية، بس اما انت تخش فرقة تانية بتبقى اشطر من الطالب مثلا اللي دخل كلية تجارة من الثانوية العامة. ليه يا ابراهيم؟ عشان انت درست في المعهد لمدة سنتين، فبالتالي انت عندك خبرة كبيرة، واللي بيخش كلية تجارة بيكون ناس شاطرة وبتيجي على نفسها، ولما يخش الكلية بيجي على نفسه اكتر. ومعظم الطلاب اللي هي بتكون طالعه من الاوائل في فرقه تانية بيكونوا طلاب من معهد فني تجاري، عشان بجد الطلاب اللي بيخشوا كليه تجاره من معهد فني تجاري هو طالب بيشتغل على نفسه، وكمان هو طالب متميز جدا عن الطلاب اللي بتخش كليه تجاره من الثانويه العامه. ومعهد فني تجاري ده بقى موجود في محافظات كتير، ومعهد فني تجاري موجود في بورسعيد والمنصوره والمحله الكبرى، وموجود في مناطق تانية كتير. فلو انت حابب تخش كليه تجاره فابحث عن معهد فني تجاري، وكمان اكتبه في الرغبات عشان ده معهد من المعاهد الكويسه جدا وليها مستقبل. واحنا طبعا اتكلمنا عن كليه تجاره قبل كده ومستقبلها فين، واتكلمنا عن كل الاقسام في كليه تجاره. فلو انت حابب ان انت تتفرج وتعرف كل حاجه عن كليه تجاره فهتلاقيها باذن الله في الوصف. وما تنساش تدعمنا في الفيديو ده عشان الفيديو ده بجد من الفيديوهات الكويسه اللي انا عملتها على القناه، وباذن الله هفيدك لو انت داخل كليه تجاره سواء بشرح محاسبه برياضه سواء اي معلومه انت حابب تعرفها عن كليه تجاره. رابع معهد بقى نتكلم عنه وهو معهد حاسبات ومعلومات نظم اداريه، وده من المعاهد الكويسه جدا 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 وليها مستقبل عشان المعهد ده بيهتم بالبرمجه بالنظم وبالبي اي اس. باذن الله المعهد ده موجود في سبيربي في طنطا، تمام؟ ولو انت من اهالي طنطا فالمعهد ده كويس جدا جدا لو انت عايز تكون من الطلاب المتفوقه. والمعهد ده خاص ومدته 4 سنين، تمام؟ في سبيربي، والمعهد ده كويس وهنتكلم عنه بالتفاصيل في الفيديو ده باذن الله. والمعهد ده موجود في طنطا وفي دمياط وكمان موجود في سوهاج وموجود في مناطق كتير. المعهد ده بياخد من علم علوم وعلم رياضه وادبي، وكمان المعهد ده لو انت مثلا كنت في علم رياضه وكان نفسك تدخل كليه حاسبات ومعلومات وانت ما طلتهاش تحب البرمجه، فانصحك ان انت تخش المعهد ده عشان المعهد ده فيه قسمين، فيه قسم اسمه نظم وفيه قسم اسمه بي اي اس. قسم النظم ده بيهتم بالبرمجه وبحاسبات ومعلومات وان انت تشتغل على البرامج وتعمل مواقع وكده. وكمان في قسم تاني اسمه قسم بي اي اس. قسم بي اي اس ده انت بتدرس في القسم ده محاسبه واداره وحاسب آلي، وبتهتم بالتجاره شويه، يعني بتميل للتجاره. فقسم بي اي اس وقسم نظم في المعهد ده، والمعهد ده كويس جدا. المعهد ده هو معهد خاص بيكون مصاريفه 9500، وانا انصحك ان انت تخش المعهد ده عشان المعهد ده بجد له مستقبل، عشان المعهد ده بيهتم بالبرمجه وبيهتم كمان بالتجاره. بعد كده بقى في معهد اسمه معهد اللغات والألسن. طبعا في ناس كتيره بتحب لو انت ادبي، تمام؟ فانت هتكون من الطلاب اللي كان نفسها تخش ألسن. فلو انت ما طلتش ألسن فانت قدامك معهد اسمه معهد اللغات والألسن، والمعهد ده بيكون ممكن مدة الدراسة فيه لا 2 ل4 سنين، والمعهد ده كويس جدا جدا. ليه بقى؟ هقول لك. انت دلوقتي اول ما تتخرج
تمام اول ما هتتخرج. ولو انت شاطر جدا في اللغات هتلاقي شغل. هتقول يا ابراهيم يعني هم هياخدوا بتوع المعهد ومش هياخدوا بتوع الكليه؟ طب ازاي؟ هقول لك ليه. عشان اللغات ديت ما بتعتمدش على كليه، سواء كليه او معهد اي حاجه. اهم حاجه في اللغه ان كورساتك ومستواك في اللغه وانت بتترجم قد ايه، وبتعرف مستواك في الترجمه وبتترجم كويس ولا لا، ومستواك قد ايه، سواء مثلا مستواك شاطر ولا نص نص ولا ضعيف. اللي هتحكم على نفسك بالذات في اللغات، انت اللي بتحكم على نفسك هل هتشتغل بعد ما تتخرج سواء معهد او كليه. ليه بقى؟ معهد اللغات والألسن، المعهد ده موجود في التجمع الخامس و6 اكتوبر واسوان. وزي ما قلنا المعهد ده لو انت دخلت واشتغلت على نفسك وخدت كورسات وبقيت من الناس المتفوقه، هتكون من احسن 1000 واحد دخل كليه ألسن وما اشتغلش على نفسه وطلع بتقدير مقبول. يعني لو انت اتخرجت من المعهد ده بامتياز هتشتغل بسرعه وخد كورسات وهتشتغل بسرعه. ليه بقى؟ عشان اللغات زي ما احنا قلنا دي ما بتعتمدش انت خريج كليه ولا معهد، بتعتمد ان انت معاك ايه. واحنا طبعا عارفين ان الكليات والمعاهد بندرس فيها مواد نظريه مش عمليه. فاهم حاجه انصحك سواء انت في كليه او معهد، اهم حاجه ان انت تهتم بالجانب العمل. يعني تنزل مثلا تدريبات، تنزل مثلا كورسات، تطور من نفسك، تاخد كورس، تشوف واحد اكبر منك عمل ايه، تاخد خبرات سابقه. هو ده اللي هيفرق معاك. مش هيفرق معاك انت خريج كليه ولا خريج معهد. هو بيقول لك السي في بتاعك ايه التدريبات اللي معاك، ايه الخبرات اللي معاك، ايه الكورسات اللي انت خدتها. فاهم حاجه الكورسات دلوقتي، يعني لو انت اتخرجت من اي كليه الشهاده بتاعتك ولا ليها اي لازمه. اهم حاجه عندك السي في، التدريبات، الشهادات، الكورسات. طبعا احنا عارفين ان معظم الافلام على ايجي بيست مترجمها راجل اسمه اسلام الجزاوي. مين اسلام الجزاوي ده؟ اسلام الجزاوي ده خريج كليه تجاره. طب ليه انا اتكلمت عنه؟ عشان ما افهمك ان انت لو انت في معهد لغات او ألسن او كليه لغات او ألسن او كليه تجاره او اي كليه، مش هيفرق معاك الا كورساتك. ده اسلام الجزاوي دخل كليه تجاره واتخرج من كليه تجاره، بس كان راجل شاطر في اللغات وخد كورسات في اللغات وتمكن في اللغات، فبدا يترجم افلام وبسم الله ما شاء الله يعني بتدخل له دخل كبير جدا. فاهم حاجه زمان بقول لك التدريبات مش الشهاده. الشهاده ملهاش لازمه. يعني لو انت دخلت الكليه وطلعت منها بمقبول وكنت مهتم بحاجه تانية، او دخلت معهد واهتميت بحاجه تانية وخدت تدريبات وكورسات في حاجه تانية، فانت هتشتغل بيها مش الشهاده اللي هتشغلك. بعد كده معهد سياحه وفنادق. معهد سياحه وفنادق هو نفس المواد اللي انت هتدرسها في معهد سياحه وفنادق انت هتدرسها في كليه سياحه وفنادق. يعني ايه؟ يعني اللي دخل كليه سياحه وفنادق ودخل معهد سياحه وفنادق الاتنين زي بعض عشان بتدرسوا نفس المواد. بس الفكره ان معهد سياحه الفكره بقى ان معهد سياحه وفنادق بيكون متخصص في الفنادق اكتر، ومعهد سياحه وفنادق بيكون في بورسعيد واسوان ويكون في اماكن كتير. فلو انت حابب ان انت كنت تخش كليه سياحه وفنادق فانت قدامك معهد سياحه وفنادق، فانت ممكن تدخله ومنها ممكن برضو تكمل وبعدها تخش كليه سياحه وفنادق او تتخرج ونفس الدراسه ونفس كل حاجه. فما تقلقش، والمعهد ده كويس جدا. اخر معهد بقى نتكلم عنه وهو معهد مساحه. بس هتلاقي المعهد ده موجود في التنسيق كافته فن ري وصرف مساحه. تمام. المعهد ده لو انت دخلته وشديت على نفسك وذاكرته وعملت اللي عليك وجبت تقديرات سواء امتياز سواء جيد جدا، فانت ممكن تخش كليه من الكليات القمه اللي انت كان نفسك تحلم بيه، اللي احنا كلنا كنا نفسنا نحلم بيه. يعني كليه تجاره كان نفسي اخش طب، دخلت كليه تجاره. اهم حاجه للمكان اللي انت تخشه تحمد ربنا، بس تعمل عليك، تعمل اللي عليك عشان بجد ربنا بيحطك في المكان الصح. فاهم حاجه لو انت دخلت معهد مساحه فتعمل اللي عليك وتذاكر عشان تخش كليه مثلا بعدها كليه هندسه، كليه تربيه نوعيه. وزي ما قلت لك في البدايه وبقول لك في النهايه ان سواء دخلت كليه سواء دخلت معهد مش دي حاجه ما تفرقش معاك. اهم حاجه ان انت تخش كليه او تخش المعهد تعمل اللي عليك وتذاكر عشان ربنا هيكرمك في المكان اللي انت فيه. ربنا ما بيجيبش حاجه وحشه ليك، ربنا بيحطك في المكان الصح. ممكن لو انت كنت مثلا دخلت كليه هندسه او طب او اي كليه من الكليات دي، لا قدر الله كان يحصل مشكله او مصيبه تتحبس تدفع غرامه تروح في داهيه. ممكن بقى تخش معهد ربنا يكرمك وتعمل اللي عليك وتذاكر. اهم حاجه طبعا المذاكره. لو دخلت المعهد ومفكر بقى لنفسك ان انت تخش كليه هندسه وكده ولا تعمل اي حاجه،
لو ما ذاكرتش. اهم حاجه تخش المعهد ويكون عندك اراده عزيمه وتذاكر وتعمل اللي عليك، هو ده اهم حاجه. بقى احسن من 1000 واحد دخل كليه. ليه بقى؟ هقول لك بقى. انت دلوقتي طالب في كليه، انا بقيت في كليه وبقيت طالب جامعي خلاص ومش عارف ايه، ولا بيذاكروا ولا بيعملوا اي حاجه. 3/4 اللي بيخشوا كليات بيسقطوا وبيشيلوا ملاحق في اول فرقه اولى. امال بقى اللي بيخش معهد بيكون عنده عزيمه واراده وبيذاكر ويخش كليه وبيبقى عنده حاجه حماس كبير وبيذاكر. ليه بقى؟ عشان نفسه يبقى يخش كليه، وبعد ما يخش الكليه هو خلاص عود على المذاكره، فبعد ما اتعود على المذاكره بيبقى له شأن وبيبقى دكتور في الجامعه مثلا، او بيطلع من الاوائل في الكليه. زي ما احنا قلنا اي طالب دخل المعهد ودخل الكليه بيبقى من الطلاب المتفوقه في الكليه اللي هو بيدخلها. وبجد بجد بجد لو انت ذاكرت وعملت اللي عليك ربنا مش هيضيع لك تعبك، بس ربنا بيحطك في المكان الصح. وشكرا لاستماعكم، وكان معكم ابراهيم دومه. وما تنساش الشير للطلاب اللي دخلوا مرحله ثالثه، وكمان تدعمونا بالتعليقات كويسه وايجابيه واللايك والاشتراك في القناه ليصل لك كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.